عشان انت جبت سيره قفشه. يلا. قفشه لما انا جيت كان في اتفاق سابق، هو مضى ومشي يعني برضه عشان يبقى يعني ياخد حقه. مضى ومشي. مضى ومشي، بس كان في اتفاق وراح وراح ماضي وماشي، الورق كان فوق ولا عنده مشكله. ولا عنده ده اللي اتقال عليه ده مضى على بياض يعني. ده الحق عشان بس يبقى ده حق. على فكره خالد معلش اقطع كلامك قبل ما انسى انه ربيعه كان لسه ماضي امانه وانا جيت، ما كانش ينفع يتجدد. يعني رغم مطالبته وانه شعوره انه هو مش متكرم مش متقدر بشكل جيد، قال اهي الامضه بتاعتي اهي وهسيب لكم الموضوع. ده المره اللي قبلها. المره كان لسه ما جيتش. طيب ده كلام برضه مهم. ايوه انا بقول الحقيقه لازم الناس كتر خيرك. نعم تمام. بس طبعا احنا كابتن المباراه دي انا شايف ان هي اصعب مباراه للنادي الاهلي. مباراه البنك الاهلي طبعا اصعب مباراه. فرقه عندها كميه لعيبه مرعبه وعندها مدرب جريء. طارق من المدربين اللي عندهم جراءه في التغييرات وجراءه في التشكيل وجراءه في الكره الهجوميه، وبعدين فرقه ممكن فيها يجي في 4 اجوان يجيب 4 اجوان. مظبوط. يعني مش من الناس اللي كسبونا مره 4-3. انا مش من مش الفرق اللي هي بتخش فيها جون فتقف وتقف تدافع. لا فرقه مش هتلاقيها. دخل فيهم جونين قدام بيراميدز كانوا كسبين 2-0 بقى 2-2 بقوا 4-2. فهي فرقه عندها مع الزمالك 2-2 قواعد هجوميه كبيره جدا. وعندها حلول هجوميه متنوعه من كل الاطراف. فده طبعا الماتش هيبقى صعب جدا على كابتن عماد النحاس وعلى تيم النادي الاهلي، لان زي ما بقول لك المباراه هتبقى رايحه مطلوب